آه. يلا بينا. سؤال النهاردة: هل حاولت تسيطري على كل حاجة لحد ما الفوضى سيطرت عليكي؟ كلنا عدينا باللحظات دي، صح؟ في أيام بتحسي فيها إنه كل حاجة خارجة عن السيطرة، بتحاولي تنجزي، تنظمي، تعملي كل حاجة صح، بس كل ما تحاولي تسيطري أكتر الفوضى بتزيد أكتر. يمكن المشكلة مش في التنظيم هنا، لكن في إيه؟ كلمتي المفضلة: اتصال، connection. الفوضى اللي بتحسيها برا، وأنا عارفة الكلام ده ممكن ما تحسيهش دلوقتي، بس هو غالبا بيكون بيبتدي من جوه. انت هتقولي لي ازاي انت مش شايفة؟ مش شايفة؟ ايوه انا عارفة، انا عارفة وشايفة. وانا هنا مش بلوم حد ولا بلوم نفسي. هنا بحاول احط اللمبة على حاجة جديدة ممكن تكوني ما شفتيهاش قبل كده. هو احنا لما بنرجع نتصل بنفسنا بيحصل، بنبدأ نسمعها، ولما بنسمع نفسنا لغة نفسنا مختلفة تماما عن لغة عقلنا. عقلنا بيشوف فوضى، بيشوف حاجات مش مترتبة، بس نفسنا حاجة تانية خالص. النهاردة مش هنتكلم عن ازاي هتنظمي يومك وتنظمي الفوضى دي، لكن عن أول خطوة حقيقية. أول خطوة حقيقية لأي نظام تبدأ، أكيد عرفتوا هقول إيه، من جوه، من تهدئة الفوضى الداخلية. السؤال التاني هنا: ليه كل ما بنسيطر أكتر بنحس إنه بنفشل أكتر وبنتشتت أكتر؟ ممكن في الأول لأ بتحسي إنك قادرة، بس مع أولادنا ومع الأمومة الموضوع مختلف تماما، خصوصا لو طفلك ما شاء الله كده حد spirited، حد قوي، حد عنده strong willing، حد حركاته مش متسيطرة خالص. وأنا عارفة بقول إيه كويس. تخيلي الحدوتة بتاعتنا، تخيلي دلوقتي الساعة 7 6، على حسب طفلك بيروح الحضانة امتى، الفطار لسه ما أكلوش، لسه مش لابس، وفاضل 5 دقايق والحضانة هتقفل. طبعا exaggerated. كل حاجة بتتعاد كل يوم بنفس الطريقة، ومفيش، وبتضطر تعملي حاجات انت مش فخورة بيها. اللي بيحصل هنا مش ضعف إرادة ولا قلة تنظيم، وأنا المثال ده حكيت عنه امبارح أو في الأسبوع اللي فات بطريقة مختلفة. النهاردة هتكلم عليه بدقة أكتر، ماشي؟ دلوقتي هخش في حالات الجهاز العصبي. في حالات defined في ال polyvagal theory بتعبر عن حالة الجهاز العصبي كلنا بنمر بيها وحاجات طبيعية. هي هي الحالات اللي بنخش بيها عشان جسمنا يحمينا وقت الخطر. في حالة اسمها الفايت or flight، هنا اللي هي حالة الاكتيفيشن. هنا الجسم بيحاول يلحق الموضوع، مش بيعيشه، مش بيعيش اللحظة، مش بيبقى متصل بحالته الداخلية تماما. هي الحالة دي بتخلي إن كل حاجة بره بتبان فوضى، وده طبيعي عشان هو بيحميكي، فساعتها محتاج إنه يوريلك الصورة اللي هو شايفها، مش الحقيقة اللي هو الحالة دي شايفها. فإيه؟ فلو حواليكي، حتى ولو حواليكي هدوء، هو هيشوفها فوضى. السيطرة هنا مش دايما قوة على فكرة، أحيانا بتبقى خوف. أيوة، جهازك العصبي خائف، فهو مش الجهاز العصبي خائف، عندك جواكي خوف، فجهازك العصبي وصل له المسج ده
فبيحاول يحميكي، بيعمل شغله. الصورة ما بتبقاش واضحة، الجهاز العصبي هو اللي مسيطر. هنا تقولي لي ايه اللي بيحصل لجسمي وقت الفوضى بالظبط؟ انا مش فاهمه، لسه. ماشي، هوضح لك من منظور بوليفيجل ثيوري اللي انا بشتغل عليه. لما جهازك العصبي في حالة خطر، الرؤية ناروز، بتضيق. عقلك بيشوف التفاصيل الصغيرة، المشكلة، التأخير. كل مرة هيقعدوا يلوموني ويقولوا لي آخر مرة تيجي متأخر، الفوضى. لكنه ما بيقدرش يشوف الصورة الكبيرة. هتقولي فين الصورة الكبيرة؟ ما فيش. أيوة، هو دماغ، هو التفكير ساعتها هو استجابة للحالة العصبية. الحالة العصبية هي اللي بتحكم تفكيرنا، مش العكس. ده اللي بيخلي انك تحسي انك دايما كأنك بتحاولي تطفي مطافي محرقة، بتشتغلي زي المطافي يعني. فالوضوح هنا ما نقدرش في ساعتها، في الحالة دي مستحيل نوصل لوضوح أو حل. ازاي هنمشي الموضوع بسلاسة؟ ساعتها المحاولة هتبقى فاشلة كده كده. وعشان الوضوح منين بيجي بعد التهدئة.